بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا أحبابي؟ اللوحة دي أنا كنت عاملاها قبل كده. دي كانت كرتونة فيها شوكولاتة أو فيها كحك، وأنا قفلتها وحطيت بينها جرايد من جوه، وعملت عليها ورق مناديل من بره كده يبقى بارز شوية. دايما أنا برسم بقى اللوحة اللي أنا هعملها من جوه، سبت فراغ من جوه فاضي، فبرسم فيه ورق كده، ورق شجر، او ورق فيه خلفيته ورد، يعني الخلفيه اللي وراه ورد. وجبت لون اخضر كده، وحطيت عليه سنة ابيض وسنة احمر، ففتح شوية اللون. فدلوقتي انا بقى ايه، بملى بقى الورق ده، عشان انا هغير من شكله وهعمله بقى الورقة اللي هي تبقى مثلا ايه، عطياكوا شكل ايحاء ان دي ورقة ورقة شجرة، ورقة موز، يعني ورقة خضرة جميلة كده بتدي ايحاء ان وراها ورد، شكلها حلو يعني. في شجر او ورد اسمه ورد الاوركيديا، بيبقى طالع وراها ورق زي كده، الورق اللي هو الكبير ده. فانا برسم الورقه قدامكم زي ما هي. انا كمان كده بسويها كمان بالفرشه، يعني ما اعتمدتش كمان على تخطيط القلم. انا برسمها كده، يعني انا ما لونتش الخلفيه اللي هي الارضيه بتاع الورد، علشان لما اجي الون اللون الاخضر ده يبقى اخضر صريح قدامي، ما يبقاش خلفيته، يبقى هيديلنا لون تاني خالص لو انا كنت لونته. فانا لونت الورق خالص اهوت، وهطلع منه بقى ايه، البراعم. ايوه، بظبط بقى الورق شويه. هي ورقه اللي هي الوقت اللي قدام من دول، اللي هما الاتنين اللي قدام، يعني يعتبر ورقه فوق ورقه، ورقه فوق ورقه. انا عملت طرف الورقه من فوق كده متني، علشان برضو ايه، كده ولا كده هيبقى فوقها الورده يعني اللي انا هعملها. بصوا، انا ما اشتغلتش، يعني انا ما استخدمتش خالص في الرسمه دي غير الفرشه الصغيره اللي انتوا شايفينها دي. يعني انا ما عكتش اي فرش ولا اشتغلت في اي فرش غير دي بس، وحته اسفنجه كده بالشمعه. جبت اللون اللي هو البنفسجي خالص اهو. هعمل بقى، انا مطلعه فروع كده او خط كده، ان انا بس اعرف ان هنا ايه ورده. فانا هعمل كده، هدق كده دق بالفرشه، املى الفراغ اللي هو بتاع الورده، املى فراغ الورده ده، علشان لما انا اجي ادق بقى الورق الفاتح من فوق، هيبقى عندي الخلفيه غامق في فاتح، فيبقى فيه ظل ونور، يبقى فيه ظل تحت والنور اللي هو فوق. يعني هيبقى شكل الورده ما شاء الله، يبقى شكلها تحفه قوي. وكله بدق، يعني انا مش بستخدم لسه اي فن. يعني انا قصدي اللي ما عندوش فكره عن الفن خالص، فالحاجات ديت سهله جدا ان هو يقدر ينفذها. واقول لكم العاشر مره يا حبايب قلبي، والله انا ما انا دارسه فن. انا واخده الموضوع هوايه في الاعمال الفنيه، وهوايه في الرسم. فلو كانت الرسمه بتاعتي مش متظبطه قوي فسامحوني، بس انا يعني بحب اطلع الطاقه السلبيه اللي جوايا، فاقعد ارسم بقى. طبعا عارفين انتوا الصيام وضغط الصيام، فده بيأثر شويه، فعلشان كده انا بقوم ايه، قايمه بقى ايه، رسمه لكم رسمه حلوه كده بعد الفطار، يا رب تكون عجباكم وعاطيه منظر حلو. هي فعلا انا معلقاها عندي في الصاله اهي، وعاطيه منظر حلو قوي قوي، فيها يعني لما ببص لها كده بحس ان فيها طاقه ايجابيه كده، يعني بتفتح النفس. انا ما كنتش معلقه اي لوحه من اللي انا عاملاهم، انا سايباهم للمعرض، بس دي ما اعرفش، انا حبيت ديت وعلقتها. انا دلوقتي بدأت في في الورد اللي هو البنفسجي ده، علشان اسأدي بس وقت للورق الاخضر ده ينشف، عشان لسه هشتغل فيه تاني، لسه انا هبدأ شغل فيه. ف وهو ناشف بيبقى طبعا لون فوق اللون، الناشف بيدي حق اكتر وبينشف بسرعة وبيدي شكل جمالي كمان احسن. لكن طري فوق طري، فالالوان كلها بتسحب في بعض. مش كل الالوان طبعا ان احنا بنحطها على بعض بتبقى الوان طريه فوق بعض. يعني مثلا الخلفيه لما اكون انا عايزه اعمل رسمه، ممكن ارسم فوق الخلفيه عادي لما احس ان هي تندمج مع اللون اللي انا برسمه. جبت نقطه بيضه على نقطه موف، وبفتح شويه في الورد او الزهره، هي دي زهره عامه يعني. بصوا، بدأت تظهر فعلا معالمها اهي، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ولسه فيها شغل تاني، بس برضو هشتغل بقى في الورق واسيب انا الزهر ده ينشف او الورد ده ينشف.
حطيت انا نقطة موف تاني وحطيت ابيض اهو. اهو زودت انا اللون قوي، بصوا حطيت انا زودت تاني فوق ده تالت حاجة يعني، تالت مرة ان انا احط عليها على الورق، ولسه في مرة كمان برضو هأكد عليه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. جبت بقى اللون الاصفر وهاجي على طرف الورق او الورقة من جنب، ومن النص خط خط، ومن الطرف هنزل اللون الاصفر لتحت عشان يدي ايحاء ان في حاجه يعني خط كده بين الورق وبعضه، او بين الرسمه وبعضها، تبقى شكل الورقه الطبيعيه. بصوا الجمال. انا وبعمل الخط الاصفر ده انا ما بجيش على طرف الورقه من بره، بسيب طرف الورقه كده باين شويه، باخد من النص اهو. بصوا الطرف اللي بره خالص ده انا ما بجيش جنبه علشان يبقى فيه ظل للورقه، وبالفرشه كده وهي لسه معكوكه كده حاجه بسيطه اصفر، باخد الناحيه التانية خط بسيط يعني، تاتشات بسيطه كده، ضربات بالفرشه بسيطه. هاجي في النص علشان ابين الشغل ده كله بقى، لازم يبقى فيه خط في النص اللي هو الاغمق شويه، فخدت نقطه اسمر ومشيت كده بالطول، وهبدا برضو ان انا ايه، ان انا برضو هوجهها شمال ويمين، او هعمل خطوط شمال ويمين، بحيث ان هي هبصوا، بحيث ان هي يبقى فيه ايه علو، ويعني حاجه بارزه وحاجه واطيه، او في ضوء وفي ظل، يعتبر دي الظل نص الورقه، يعتبر الظل بتاعها بالطريقه دي. جبت الابيض بقى، اخد تاتشات بسيطه خالص خالص عليها من بره عشان اديها ضيه اكتر. برضو انا ما بجيش على طرف الورقه، بصوا مش باجي على طرف الورقه من بره اهو، بسيط بسيط كده، هعمله كمان في ناحيه واحده بسيط يعني. وهاخد بقى من الابيض الصريح قوي قوي، وارجع تاني اعيد على على الزهر او الورد اللي انا عملته، بحيث ايه ابرزه اكتر. وبرده ما هاجيش على الاطرف، انا عايزه يبقى فيه ايحاء ان هي الدوائر بتاعتها اغمق شويه، وده النص بتاعها. بصوا جمالها كده، نطقت شويه الورده، ولما تنشف كمان هتبان المعالم بتاعتها اكتر. انا هعمل براعم، بس انا سايبه البراعم دي للاخر خالص، بحيث ان خلاص الدنيا كده لسه طريه، فما ما تعملش كده تسيح كلها كلها في بعضها. فانا هجيب حبه معلقه ابيض على معلقه موف على معلقه اصفر، او نقط، او يعني الكميه اللي انتوا عايزينها، وهحاول اقلب قوي قوي، هطلع اللون اللي انا عايزاه. طبعا اللون ده يرجع لكم، هو يفضل يكون اغمق من الاساس بتاع الورد، يعني من خلفيه الورد او من الورد اكتر، علشان يديلنا ظل علو وطو في الصوره. يبقى مثلا الورد والورق بتاعه بارز او واطي، والخلفيه اللي بره عاليه. فاهمين انا قصدي ايه؟ كأنها لوحة جوه جوه مكان يعني. فأنا عملت اللون ده، أنا عملته عشان بس يلاقي من الحيطة اللي عندي، لأن أنا علقتها عندي، أنا مصورها لكم وأنا معلقاها. اللون اللي هو مش بني، هو بني على موف على أصفر، فعتل الشكل الجميل ده. كده خلصتها. كان في البتاع نقطة كده موف برضو، اديت بها تاتشات. جبت أنا اللي هو الفضي الميتاليك. فض متلج دي بتتباع عند الموان ب35 جنيه. بعمل ضربات او تاتشات بسيطة جدا، وكمان بالفض الذهبي، بالذهبي، الذهبي اللي هو الميتاليك او النحاس الميتاليك. هاخد برضو تاتشات بسيطة عشان ادي ايحاء ان دي ايه، الخلفية بتاع الصورة هي باينة في الحقيقة، لكن هي مش باينة قوي في الصورة، كأنها نحاس يعني، الخلفية نحاس.
هاجي بقى بعصاية شيش طاووق كده رفنّعة، هاخد من اللون الأخضر الصريح، أعمل فروع صغنّنة خالص كده بالطريقة ديّة، في الحتت اللي هي فاضية يعني، اللي هي أنا عايزة أملاها، إن هي دي طالعة من ورا في البُرعُم بتاع الوردة، طالعة من ورا الورقة كده، يعني براعم صغنّنة خالص بس، وباللون الموف الصريح أعمله، وأعمل زي الزيتونة الصغنّنة كده، هو ده شكل البُرعُم. آجي بقى على الفرشة أبلّها نقطة أبيض كده، يعني أبلّها أبيض وأمسحها وآخُد رؤوس البراعم، يعني إيه، علشان تبقى باينة إن فيها برضه ضي نور وظِل، فخدت بس رؤوس أهو بُصّوا الشكل، أهي بعد ما خلصت بالطريقة دي، وعليها الدهبي كمان.